السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ايه هو منهج الركعتين وازاي الموضوع ده ممكن يغير حياتك. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في محاضرة للشيخ حازم شومان ربنا يبارك فيه يا رب ويرضى عنه بالاسم ده، لازم تشوفها. اتكلم فيها عن نقطة ان انت بينك وبين اي حاجة انت عايزها ركعتين، بينك وبين الزواج ركعتين، بينك وبين الفلاح في امر دينك ودنياك ركعتين. على قد ما الكلام ده حقيقي جدا، على قد ما احنا مش مصدقينه للاسف، على قد ما احنا بنتعامل معاه بعدم يقين، ويعني اللي هو بنجرب، يعني مش يقين تام. وده بيرجع اننا بنتعامل مع كلام ربنا سبحانه وتعالى بعدم جدية. تعال نناقش النقطة دي واحدة واحدة كده. أنت مسلم صح؟ فالله سبحانه وتعالى، فأنت أكيد ممكن إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أوجدك وأوجد كل شيء حواليك، كذلك ممكن إن القرآن هو كلام الله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي نتعامل مع الكلام ده اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن على إنه حقائق يقينية لا شك فيها. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن وعد الله حق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله إعانتهم منهم الناكح ولد العفاف، فإذا أنت في أمر الزواج ده ما عليك إنك تسعى وبس. كن ممكن من جواك ان ربنا سبحانه وتعالى هيعينك في امر زواجك، لان ربنا سبحانه وتعالى وعدك وان وعد الله حق، فبالتالي النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وان انت ما عليك انك تسعى وبس. في مشكله في حياتك وحيران ومش عارف تعمل ايه، الحل في ركعتين. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى على لسان نبينا محمد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحان الله، أنت متخيل النقطة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو الإنس والجن من أول ما اتوجدوا لحد بعدين اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هم عايزينه، ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم في صعيد واحد، وده ما نقصش من عند الله سبحانه وتعالى شيء إطلاقا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط اللي هي الإبرة دي اللي بنخيط بيها، لو حطيناها في البحر طلعناها تاني، ايه مقدار الميه اللي موجود عليها مقارنه الميه اللي موجوده في العالم كله؟ لا شيء يذكر سبحان الله. فانت مسالتك هينه على الله سبحانه وتعالى، زواجك هين على الله سبحانه وتعالى، شغلك ايا كان الموضوع اللي انت محتاجه هين على الله سبحانه وتعالى. ولكن الفكره، هل انت بتستعين بالله سبحانه وتعالى ولا لا؟ هل انت محسن ظن بالله سبحانه وتعالى ولا لا؟ حسن ظن بالله سبحانه وتعالى مش بيجي كده، هو عامل زي الخشوع، محتاج مجاهده وصبر وبذل. فانت هل الدين رقم واحد في حياتك؟ هل هو المعيار اللي تمشي عليه في كل حاجه في حياتك؟ هل الحلال شاغل تفكيرك والحرام شاغل تفكيرك؟ هل الدين هو المحور اللي بيدور عليه كل حاجه في حياتك ولا لا؟ محتاج تدرك النقطه دي. كل حاجه هي على الله سبحانه وتعالى، ولازم أن تكون ممكن من جواك ان هو يعينك، لازم يقينا تاما. وكلنا عارفين قصه سيدنا زكريا لما سال ربنا سبحانه وتعالى الولد، وكان هو كبير في السن وامراته عاقر، الاسباب منعدمه تماما، مفيش اسباب اصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو رب الاسباب. قال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. سبحان الله، يعني كل حاجه هنا على سبحانه وتعالى. مشاكلك كلها في حياتك، كل ما تتمنى وتشتهي في امر الدنيا والاخره ان كان خيرا لك ربنا سبحانه وتعالى يستجيب باذنه سبحانه وتعالى. ولكن الفكره انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ هل الدين واخد موقعه الحقيقي في حياتك ولا لا؟ محتاج تعيد ترتيب اولوياتك وتدي الدين حجمه الطبيعي في حياتك عشان تعرف تعيش. يعني ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني انت عمرك ما هترتاح طول ما انت بعيد عن ربنا، طول ما الدين مش رقم واحد في حياتك، طول ما انت مش فارق معاك الحلال والحرام. محتاج تدي الامور دي كلها قدرها عشان ترضى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حسن الظن به واليقين به، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب. فانت محتاج تقعد مع نفسك وتعيد ترتيب اولوياتك. كذلك لو انت خايف من شيء معين، خايف من شخص معين، شخص ظالم او لخ من الامور دي كلها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طبيعي احنا بنخاف، وطبيعي احنا بنهلع، وطبيعي ده كله بطبيعتنا البشرية، ده طبيعي جدا. ولكن وانس أول ما تفتكر المعاني دي جواك، خلاص أخاف من إيه؟ من يضره. فانت لو المعاني دي مستشعرها وعايش بيها هتخاف ليه؟ طيب انا بذكر نفسي وبذكركم بالنقطه دي. لازم الدين ياخد موقعه الحقيقي في حياتك، لازم. وفي النهايه حابب اقول لك انك بينك وبين اي حاجه انت عايزها ركعتين.